السلام عليكم الزفلاون، نتمنى ان شاء الله نتلاقى بكم في هذا لا فيديو وانتم بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم غير شوفوا برك تفاصيل من الاول حتى التالي باش تخرج معاكم الوصفه ناجحه كما نجحت لي انايا. انا كل عام هكذا ما نشريهاش من برا، وخير من تاع المحلات، ونظيفه وشابه وتجي مقرمشه من الفوق وتجي طريه من الداخل وشابه وتعرفي واش تعطي لوليداتك. شوفوا معنا لا فيديو حتى التالي باش تخرج لكم الوصفه كما هي. ان شاء الله تبعوا معنا الوصفه. عندنا هنايا في كاسرونه 2 كيسان نتاع الماء معمرين، نخليهم حتى يوصلوا للغليان. عندي هنايا نص مغرفه صغيره صغيره من هذوك الصغار نتاع الملح، وعندي مغرفه يعني ماشي كبيره بزاف غير صغار نتاع العسل، وعندي ربع كاس نتاع الزيت. ونخلطوا هذوك الخليط مع الماء هذاك المغلي، ونحيو ونطفيو الغاز تاعنا ونجيبوا الكاسرونه في البون دو طرافاي تاعنا باش نخدموا في عقلنا. هنا نزيدو الماء هو مغلي، نضيف عليه نص كاس تاع سميد رطب، يعني نزيد عليه نص كاس نتاع سميد رطب، ونزيد 2 كيسان تاع الفارينه اللي غربلتهم، ونزيد قرصه نتاع الخميره نتاع الخبز الفوريه اللي هي نص مغرفه تاع القهوه من هذوك المغارف اللي يعني اللي يجيو صغار صغار، نص نتاعها يعني شويه برك. ونخلط نباشر في التخلاط مباشره، يعني وهو سخون نخلطوا الفارينه تاعنا بهذيك الملعقه الخشبيه لان راهو سخون العجين تاعنا. نخلط مليح 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 حتى يتماسك معنا مليح، حتى ما يبقاش يلصق. هنايا نجيبو انا غير فوق الرخامه تاع البوطاجي، ورا كما راكم تشوفوا وراني نحل فيها، يعني العجينه هذيك مادامها سخونه. وانتم لا جاتكم سخونه ولا خليوها غير شويه تدفى هكذا، لكن هي تنعجن وهي سخونه. نعجنوها غير بالكف نتاع يدنا، ما نعجنوهاش كيما الخبز، نعجنوها شوفوا غير باش تقعد طريه وملساء هكذا، تجي هذيك العجينه رطبه 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 بزاف. هنا راها مازال كيما قلت لكم سخونه، وراني غير بالكف تاع يدي عجنتها شويه وحطيتها في هذاك لابوشا دوي تاعي. عفوا. هنا تعجنت لي مليح وحسيت بها هكذا ليس، يعني العجينه ترتاحي لها في يدك غير شويه برك بعد دقائق. هنا لابوشادوي تاعي انا عندي غير باش نقول لكم النوعيه تاع لابوشادوي اللي نخدم بها، وراي عندي شحال من عام هذا، غير هو نغسلو ونعقمه ونرجعو، غير هو تاع الكتان هذاك اللي جا تاع القماش. عفوا. هنايا عمرت هذيك العجينه كامل خطره واحده في لابوشادوي، كيما نقولوا لابوشادوي تاعي هذيك كبيره، رفدت لي كامل العجينه. وهذاك المبوط انا صراحه هنايا خصني المبوط تاع زلابيه، هذا ماشي تاع زلابيه لان يجي محلول مليح، هذاك تاع زلابيه هذا شويه ناقص. هنايا ونشوفوا الحجم اللي نبغيو، الحبه تاع زلابيه البنان اللي نحبوا نكبروه نحبوا نصغروها كيما انا على هذا الحجم هذا درتها موايا. هنايا هاد الموايا هذه راكم تشوفوا خرجت لي 18 حبه، يعني شابين، وهذاك هو الحجم. انا هنا درت بابي كويسون هذاك تاع القماش اللي جا رطب، غير باش نحركه كيما نبغي، نحركه كيما نبغي على يدي كي نكون نعصر في هذيك نخرج في هذيك العجينه. هنا خليتها نص ساعه في هذيك في هذاك مكان العمل تما تاعي، خليتها حتى نشفت مليح. هنا السر تاع باش تخرج لكم ما تعجن لكمش ولا باش ما تلصق لكمش في المقله، نخليوها حتى تنشف مليح نص ساعه ولا فايت نص ساعه، ولا يعني حتى تولي ما تلصقلكش في يدك، يعني تنشف مليح مليح. هذا هو السر، اكدوا لي على هذا باش تنشف مليح. هنا الزيت نتاعنا ديروا غير في كاسرونه باش ما تقتصدوا شويه الزيت. وهنا ديروا الحبات تاع الزيت لما تكون سخنت الزيت، والزيت تحكموا فيها، الا شفتوها سخونه بزاف ديروها متوسطه هنا باش باش تطيب مليح من الداخل ومن برا. هنايا غير ما تخلطوش بالفرشيطه كما قلت لكم، هنايا شوفوا ما تخلطوش، هنا خليوها طيب بعقلها مره حركوا غير في الجوانب هكذا باش ما تنحلش، يعني ولا ما تنحلش. انا شوفوا هنايا راني هنا كانت كاسرونه تاعي نورمالمون ندير 5 حبات ولا 6 حبات، ولا في الاول خفت لا يتلصقوا لي ولا مي نجحت لي.
شوفوا هنايا خليتها مليح مليح. المقله الاولى كما نقولوا الحبات الاولين تقلقت عليهم جبتهم، لكن لازم نزيدوا شويه في الضوغي على هكذا كما تعرفوا كامل هذاك اللون تاع زلابيه البنان اللي يجي. هنا تكون العسل واجده قدامنا. انا عندي واحد 200 غرام تاع عسل وجدتها ونحط ونخلي كما نقولوا القليه الزوجه والثالثه والهيه ونزيدوا نكملوها. وهذيك زلابيه اللي نخرجها من الزيت شوفوا ما تشرب لا زيت لا والو، صدقوني ما تشرب لا زيت لا والو. كي تنحيوها من الزيت تجي صافيه هكذاك ناشفه. نزيدوا ما نحيوش الاولى اللي درناها في العسل، نزيدوا عليها الاخرى، يعني نبقاو غير نحطوا فوق العسل. والتاليه كنحطوا الزلابيه اللي نخرجوها من العسل نحطوها من تحت في العسل ونزيدوا الاخرى فوقها، وهي كامل راها تما تشرب حتى تتشرب لنا مليح وتبرد لنا. والوصفه تاعنا كما راكم تشوفوا والله غير ناجحه. انا كل عام هذه هي طريقتي في هذه الوصفه، ما نبدلهاش يعني. تعجبني بزاف وتجي زاكيه. هذه اللي درتيها راهي تحكم لك يومين ولا 3 ايام ولا في الدار، خير ملي تشريها وحاجه نظيفه وتعرفي واش درتي وتجي بنينه بنينه بزاف. هاد الوصفه غير جربوها ان شاء الله، وكملوا معنا لا فيديو وديروا لنا واحد الجيم واحد الكومونتير يكونوا شابين كيما نتوما ان شاء الله، وبارطاج علاش لا. ونقول لكم شهيه طيبه وبسلامه عليكم ان شاء الله.